ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده هعمل معاكم اكله بسيطه كده واقتصاديه. البصاره طبعا كلنا عارفينها. زمان كلنا ما كناش بنحبها، بس لما اتجوزنا الحمد لله حبيناها. انا هنا كده معايا 8 كيلو من الفول المدشوش. نقعته ساعتين وغسلته كويس وحطيت عليه بصلايه، وحطيت عليه كده حزمه صغيره كزبره بقدونس شبت. كل حاجه حزمه صغيره، هما اساسا دلوقتي بقوا كلهم صغيرين. لو عندك توم ناشف هتحطي 3 فصوص، لو ما عندكيش وعندك متفرز زي كده هتحطي معلقه صغيره. هنا بقى معايا معلقه من التوم، معلقه من الفلفل الاحمر، ومعايا حطيت ملح وحطيت كمون وحطيت ليمونه معصوره، وحطيت كده حبه من الخل، وهحط حزمه بقدونس صغيره كده زي ما انتوا شايفين. دي حزمه على فكره اللي انتوا شايفينها دي، بسم الله ما شاء الله يعني، ربنا يزيد ويبارك. ومقطعاه كويس أوي صغير كده، واخلطهم مع بعض. وبعدين بقى ايه، تعالوا نخلل الطماطم بتاعتنا. الطماطم بتاعتنا كده انا عاملاها طرنشات حلق كده جوه بعض، بس ما شلتهاش من بعضيها زي ما هي كده لازقه ببعضيها في الطماطمايه من تحت، يعني مش مقطعاها للاخر. وبالمعلقه كده هخلل الطماطم بتاعتي. على فكره طعمها بيبقى جميل جدا بصراحه مع البصاره، تدي طعم رائع. بعد كده هيكون معاكي بقى بصلتين او 3 زي ما انت حابة، هتقطعيهم كده جوليان او هتقطعيهم طرنشات. وبعدين هتحطي عليهم معلقتين كبار كده من الدقيق وتدعكيهم كويس في الدقيق. دي الحركة دي بتخليها هتطلع معاكي مقرمشة وبتطلع لونها ذهبي وحلو جدا. بصوا بقى هنا هنحط حبة زيت حلوين كده في قلب الطاسة، واول ما يسخنوا هننزل على طول بالبصل كده عشان نحمر. وكان الفول بتاع البصارة بتاعي استوى، فشيلته على جنب كده علشان خاطر يبرد عشان اضربه في الخلاط وانعمه. هنا انا هحط البصل كله، مش هحطه على اجزاء ولا حاجة، هو الزيت هيحمره كله. بمناسبة بقى ان زمان ما كناش بنحب البصارة، بس لما اتجوزنا حبيناها. انا كان عندي حد معترض على البصارة، فعملت له عدس يعني. قلت له اعترضت على البصارة هتاكل عدس، ما عنديش مشكلة خالص. فانا كنت عايزة اقول لكم اللي يعترض عندكم على حاجة لازم تجبروه على حاجة زيها برضه، بس يكون بيحبها. هنا كان اتحمر معايا البصلة كده، هشيلها ومش هخليها تتحمر اكتر من كده عشان ما تتحرقش مني، لان هي بتكمل سوا بعد كده بعد ما بتخرج من النار. بالنسبة للزيت ده احنا مش هنرميه ولا حاجة، احنا هنحطه على البصارة، بيخلي طعمها حلو قوي. والرواسب بتاعة الدقيق دي والبصل بتديها تقل وسمك كده وبتخلي طعمها تحفة بصراحة. هنا هحط بقى ملح وكمون وشطة، هي دي التوابل اللي انا بحطها للبصارة فقط لا غير، ما بحطش حاجة تاني. وبعد كده هقلبها، وبعد كده هنزل عليها كده بالزيت اللي انا حمرت فيه البصلة، وهديله تقليبة بقى كده لحد ما الزيت ده يختفي خالص. وبعد كده بالهنا والشفا هغرفها بقى في الاطباق واحط عليها البصل ونقدمها مع الطماطم بتاعتنا. لو وصلتي لحد هنا يا قمر ادعميني باللايك وكومنت حلو زيك وشير كتير عشان الفيديو يوصل لناس اكتر. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله، وبالهنا والشفا.